السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. طبعا انا مش بنزل كتير على القناة لانه ما عنديش وقت كل يوم فيديو، بس بحاول ان هو ايه، اجمع فكرة معينة وبنزلها وان شاء الله تكون تفيد الناس. والنهارده فكرتنا في الفيديو ده ان 5 مواقع يعني مش مجانية، يعني مش بشكل كامل، بس هي تعتبر مجانية. ويعني هتخليك يعني فكرة انك تشتغل اونلاين بس من الموبايل، يعني مش لازم تدور على لابتوب او بي سي او الكلام ده. ها يا شباب، ال5 مواقع دي ممكن تبدأ منها شغل اونلاين، سواء النهاردة او اي يوم، بس خليك في النهاردة. يعني انت لما ابدأ النهاردة بس من غير خبرة من غير فلوس. وخلينا نوريكم المواقع دي. اولهم عندك كانفا، وعندك نوشن اي اي، كاب كات، شات جي بي تي، كلهم معروفين وكلهم اتكلمنا عليهم قبل كده. بس انا بجيبهم في فيديو تاني، او وجيميناي برضو عشان يبقى ضمن القائمة. جيميناي من الابس اللي هي الكويسة جدا في في ال راح فين؟ جيميناي اهو. جيميناي برضو من الحاجات بتاع الذكاء الاصطناعي و اي اي، والحاجات دي بتبقى كويسة حتى في تصاميم الصور. طلع حاجة مش اللي هو تطلع معاك واقعية بالظبط، بس هو التصميم كويس يعني اللي انا بشوفه منه يعني. فيلا بينا نبدأ يا شباب بأول موقع، وهو كانفا او اول ابلكيشن. كانفا يعني بتقدر تصمم صور او فيديوهات او اي حاجة، مشروع حتى او سوشيال ميديا، بس من الموبايل بس يعني. ممكن تعمل سي في او ريزيمي او مثلا لوجو، ترسم حاجة تصاميم يعني. فهو بيفيد جدا في الحاجات دي. فطبعا الناس عارفاه والناس عارفة ازاي تتعامل معاه. وفي حاجات بريميوم او برو، فلازم تدفع لها عشان تتفتح لك، وتمبلتس مش عارف ايه يعني هو كانفا من التطبيقات اللي هي بتخدم المصممين او بتوع الجرافيك ديزاين والكلام ده. تمام، نخش في تاني حاجة معانا، هي نوشن اي اي. طبعا ده بيعمل ايه؟ هو بينظم الموضوع يعني، بينظم في الحياة، بينظم في الشغل، بيكتب لك محتوى، افكار بقى كده لوحديها مثلا تلقائية، وممكن يخليه يولد لك فكرة او مقال صغير. يعني مثلا لو انا اسجل، بس انا اسف ان انا مسجلتش قبل ما اخش في الفيديو، بس هو مش هياخد وقت التسجيل ان شاء الله. وخلينا نجربه معاكم يعني، نشوف ممكن هو يعمل ايه. ثواني. ممكن نخليه يكتب رايت تايم ميتنج اجندا او اجندا. هو عامل زي تشات جي بي تي بالظبط يعني. the meeting about and who is attending. مم. هو بيعمل الحوارات اللي هي اتكلمنا عليها، سواء بيولد فكرة أو بمقال، يكتب لك محتوى، أفكار، تنظيم لحاجات بس. ده كان بالنسبة لنوشن اي اي. تالت حاجة وهي كاب كات. كاب كات هو غني عن التعريف، وأكتر ناس بتستخدمه بتوع التيك توك، وناس ومش بالتيك توك بس يعني. وفي ناس بيستخدموا مثلا ينزلوا حاجة على السوشيال ميديا أو صفحاتهم أو أيا كان، فبيستخدموا كاب كات عشان مثلا يعملوا القوالب ومش عارف ايه، ويحطوا صور ورا بعضيها، والصور دي تتشكل في فيديو.
بيبقى سريع شوية، بس هو يعني زي فيفا كات، وزي تقريبا هو زي فيفا كات، ايوه شبهه يعني. بس ده اللي هو كاب كات. ماشي. طيب تشات جي بي تي انا مش محتاج اعرفكم عليه في اي حاجة، ان هو معروف. بس انا بحب الشات جي بي تي عن جيميناي. جيميناي مشكلته ان هو ممكن تقول له حاجة بيسقط كده، بيعمل دروب، يعني ممكن تقول له كذا 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 ما يفهمش. في تشات جي بي تي برضه بيبقى في حاجات مش بيفهمها من اول مرة، بس انت لما بتوضحها بيعدلها. ممكن جيميناي تقول له مرة واثنين وثلاثة وبرضه ما بيعدلهاش. انا جربتها، ما اعرفش اذا كنت انا بكتب له صيغة غلط او بكتب له طريقة الحاجة غلط، بس انت بتدي له افكار، بتكتب له محتوى، آه، بيساعدك في انك تبني مشروع، تبني قناة. مثلا لو هتقول له ابني لي ازاي ابدا قناة يوتيوب ناجحة، او قناة يوتيوب ناجحة، او ازاي ابدا ما اعرفش في ايه في حياتي، او ازاي اصلح ما اعرفش ايه، هو هيديك نصايح، هيديك فكرة، هيديك زي ما قال كده، او حاجة زي صفحة كده كاملة بيوصف لك فيها، بيقول لك انت تعمل ايه بالظبط. فده كان بالنسبة لشات جي بي تي. اما جيميناي مش وحش، بس هو في حاجات مش بيفهمها، يعني عمره ما يكون بنفس القدرة اللي هي الامكانيات اللي هو فيها شات جي بي تي. تمام. وبرضه الشات جي بي تي في حاجه اسمها بربكسيليتي ولا بربلكسيتي، اتكلمت عنها قبل كده واسم تقيل شويه. ده كويس برضه ومشهور. ف جيميناي وشات جي بي تي، انت لا ينفع تستغنى عن جيميناي عشان تبع جوجل، ولا ينفع تستغنى عن شات جي بي تي عشان هو اللي بيجيب الحوارات، بيحل المواضيع كده بسرعه شويه. بس فالتصميم بتاعه كويس. كنا هنتكلم عن جاما اب. لا انا فتحته من كروما، عشان من موقع، عشان ايه براوزر، بحيث انه هو اتكلمت عليه قبل كده وجبته في فيديو لوحدي انا فاكر. و جاما اب ان هو بيقول لك انت ممكن تحاول اي فكرة، مثلا عروض تقديمية، ومثلا فيديو معين او بي دي اف او الحاجات دي كلها يعني. بس دول يا شباب الجاما اب دي واحد. وهنا اهو معلش كاب كات، شات جي بي تي، كانفا، نوشن اي، جيميناي. انا كنت هاخد جيميناي بس قلت اجيبه في السكة، مش هيعمل مشكلة يعني. فشكرا للمشاهدة يا شباب، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، ويبقى فيديو احسن من ده بكتير باذن الله، يكون خبرت الحاجة افضل. كان معاكم احمد العربي، سلام عليكم.